بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا بالسلام عليكم، شو أخباركم؟ شلونكم؟ إن شاء الله تكونون كلكم خير صحة وسلامة وعافية وانتم تشاهدون فيديو اليوم. حبيت اليوم أنزلكم غداني المتواضع تمن على اللوبيا، اللي هذه الأكلة كلش هواي نحبها، وأكيد ماكو واحد ما يعشق تمن على اللوبيا بالأخص العراقيين. حبيباتي مثل ما شفتوا نقيت اللوبيا وغسلته كل زين وخليته على النار، لما صار نص استو ضفت عليه التمن المغسول والمنقوع نص ساعة وخليته على راحته يستوي. من بعدها صفيته وفرقعت له دهن على حدا بالطاوة. مثل ما تعرفون اني اخلي البصل ويا الدهن، لانه الدهن مثل ما قلت لكم بريحة زفر مالت الحصة، فخليت هنا مثل ما شفتوا فرقعت له الدهن وضفته على التمن وغطيت عليه وخليته يهدر بقد 10 دقايق. من بعدها جيت عليه قلبته وصبيت الغداء. حبيبات قلبي أحب أرحب بكل متابعاتي القديمات والجديدات اللي دخلوا قناتي، أقول لهم كل الهلا بيكم، نورتوا قناتي. حبيبات قلبي أتشرف بيكم وبوجودكم بعائلتي الصغيرة، إن شاء الله تكبر بيكم. حبيباتي هنا مثل ما تشوفون التمن، وحدة تقول الأخت شلونك شخبارك وتسلم عليها، لأنه التمن ما شاء الله يجنن، منثور نثر حباية حباية مثل ما تشوفون. أكيد هذا تمن جوكر كلش طيب طعمه. طبعا سهمكم مليون ألف عافية عافية، تمنيته قدامكم ورداتي. ومثل ما قلت لكم بعد ما صبيت، يعني احنا كل قسم واحد يتغدون، وهنا أنا صبيت الغداء وخليت وياه اللبن او الروبة او الخاثر. فمثل ما تشوفون، ومن بعد ما تغدينا انطلقنا للسوق مثل ما حبيبات قلبي طلبوا انه اصور لهم السوق والاقمشة. صورت لهم تصوير يجنن، ان شاء الله يعجبكم وينال رضاكم واستحسانكم. وشوية يعني خلينا نقول ما خليت محل يعني مال أقمشة ما صورته، على طلب متابعاتي الحلوات. ربي يحفظكم ويسعدكم حبيبات قلبي. وهذا كان غدانا، سامكم مليون ألف عافية حبيباتي. خلونا هسه شنو ننطلق أنا وياكم للسوق وشوفوا الأقمشة للجن اللي تخبل.
وورداتي حبيباتي هنا غير محل، وهمينة صورت لكم الأقمشة هذني كلش حلوات يجننن يخبلن كلهن جدد، يعني جايبيهن الألوان والأشكال والنقشات كلش حلوة. حبيبات قلبي، مثل ما تشوفون هذه القطع طبعا اكو بيهن على 10، اكو على 8 وعلى 9 حسب. وهذني ما اعرف ليش هيك طالع لون هنا، هل قدرت اوضح يعني بالقوه يلا وضح عندي الصوره. طبعا اللي صورت لكم اياهن هذني اقمشه سود منزليهن جدد المحرم هذه السنه، شوفوهن بيهن هيك تطريز وورود ونقشات كلش حلوه. سالته قلت له هذني يوقعن بالغسل؟ قال لا، اكو بيهن يعني هذني يوقعن مو ابو الورده اللوخ ابو الورقه يوقعن لانه نمنم بس يعني هيك خلينا نقول بلاصق يعني بلزقين عبالك ما اعرف، بس هذا لا شغل تطريز يعني بوليك وتطريز شغل، فما اتوقع يوقع وشكله كلش حلو وقماشه فتشي كابوي يعني. كتبوا لي بالتعليقات انتم تفضلون اي قماش، الكابوي او الكشمير العادي لو الكودري، ولو هسه قليله من ياخذون كودري يلبسون، قبل كان اكثر شيء كودري لانه هو الكودري كلش هواي بارد باللبس بالصيف. وحتى منزلين هنا اقمشه يعني مال زي كردي كلش حلوات يجنن مثل ما تشوفون. هسه راح اصوركم اياهن، الألوان والأشكال كلش حلوات. هذني اللي تشوفوهن اللي اكيد مبينات هن ذني الزي الكردي مال شمال العراق، لانه كله عباره عن هيجي فرح وسرور وبهجه وهيجي يعني تحسوه ما اعرف سبحان الله. الوانهم كلش حلوه تجنن، هيجي هذني بين مثل بولك يصيرن ولمعه قويه ذهبي والالوان بنفسجي. هذني يعني الشغلات والأقمشة مالتهن أكيد هذا قطعة خارجية تصير لأنه هنا قطعتين يعني تجي زي الكردي. وحبيبات قلبي طبعا ولو طول هذا الفيديو عليكم يعني بتصوير الأقمشة، بس حسب طلب المتابعات حتى يستمتعون ويانا ويشوفون اللي نازل بالسوق هسه حاليا من أقمشة وموديلات وألوان. واكيد هذني قطع مالت الاقمشه قسم مثل ما قلت لكم 8 وب10 واكو ب12 وحسب القماش والنوع وكل منه سعره، واكو كلش اغلى من هيك يعني. اكيد الاقمشه مالت زي الكرديه همينه اكو بيهن يعني كلش غاليات حسب القماش مثل ما قلت لكم. وهذني الاقمشه مثل ما قلت لكم مال محرم كل السوادات هذني، بس ما اعرف شو الوانهم بدا يطلع واضح يعني يطلع على حمار، وحاولت مثل ما قلت لكم اضبط الاضاءه. وذني بيهن القطعه ب20 وب25 حسب القماش. وسولفوا لي كتبوا لي بالتعليقات اخذتوا قماش يعني قصيتوا المحرم لو لا، لانه شفت كلش هواي يعني ياخذون قماش اسود المحرم يقولون من هسه نخلي يم الخياطه لانه يعني قبل بشهرين 3 نخلي يلا تعطينا اياه من بعد 10 محرم. وحبيباتي اكيد هنا كانت يعني نهايه جولتنا بالسوق، واتمنى هذا الفيديو يعني وتصوير الاقمشه حسب طلبكم نال رضاكم واستحسانكم. وحبيباتي اكيد من بعد ما رجعت من السوق جبت وياي هذني الشغلات اللي احتاجهن. اكيد التمر ما نستغنى عنه اذا برمضان واذا يعني مو رمضان التمر لازم بالبيت. هنا هاي الخضره والفجل واكيد هذا الحمص 750 سعره.
وهذا الكنيس مالت المطبخ كان قبل اجيب هذا اللي يصير او البطريق صار ب2000 دينار، بس هسه حاليا حتى ب2000 ماكو، بس من هذا يبيعون. وهذا الزاهي دائما اني استخدمه، كل الزين نوعيته تخبل، سعره ب2000 دينار. تكرمون. هذا مال نفايات، الاكياس مال نفايات، وهذه الجلافات اللي من نقدر نستغنى عنهن. خوش سحقة هاي. صارنا شقد نمشي عدل، هسه شوية قمنا نسحق، يلا ما يخالف. وهذني سباكيتي، وهذا جبتهن يعني لليدات مالت الثلاجة، حبيت شكلهن عليه ايس كريم، قلت هذا شيء صيفي عجبني واشتريته. واكيد هاي الصابون والزيت، طبعا انا مخلصة زيت وشكر، ان شاء الله منتظرين الحصة. البطل على 3000 يبيعوه. واخيرا لقيت هذا برت بالجوز الهند والليمون ضد القشرة، هذا يعني زين، بس هسه حاليا اكو تساقط يعني بشعرنا دا يصير، ما اعرف من ورا الجو، ما ادري. المهم حبيبات قلبي، هذا الشامبو اللي اشتريته من العطار، قال كلش خوش نوع، حبيت انه اخذه واجربه، والله كريم. خلينا نشوف. وهاي القلاصات سعرهن 2.5، 6 قلاصات، كلش حلو شكلهن، عجبني. يعني اللي يشوفن يقول اغلى من هيك، لانه انا شايفه مثل هيجي نقشه وهيجي شكل، بس بيه هيجي مثل الزغرفه بسيطه لون ذهبي، يبيعوه ب10,000 دينار ال6 قطع، فحبيت اخذهن. وهنا أنا لبست وياكم اليدات مالت الثلاجه. ولهنا حبيبات قلبي وصلت وياكم لنهايه الفيديو. اتمنى هذا الفيديو نال رضاكم واستحسانكم، وكان خفيف ظريف عليكم حبيبات قلبي. لهنا أنا أقول لكم مع ألف سلامة، باي باي.